رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جهاد جريشة. الفقرة الأولى النهاردة الماتش اللي عمل يعني لغط في التحكيم المصري، الماتش اللي كل الناس اتكلمت عليه، كل الاستوديوهات اتكلمت عليه، وجمهور الزمالك اتكلم عليه، جمهور الأهلي اتكلم عليه، سموحة اتكلمت عليه، وكل الناس اتكلمت على ماتش سموحة والزمالك. المباراة دي كان بيديرها محمود البنا حكم كبير، ومعاه على الفار محمد الصباحي حكم في ار. انا كده بقول محمود البنا حكم كبير لان احنا اي حكم موجود في مصر وخارج مصر معرض للخطأ. مفيش حد فينا كحكام ما غلطش، كلنا غلطنا وكلنا عندنا اخطائنا، ومحمود من الحكام الكبار في مصر ومن الحكام اللي نثق في نزاهتهم. لكن وارد جدا زي اي لاعب زي اي مدرب يبقى النهارده مش يومك الدي اوف بتاعك، فتأدي اداء مش مرضي، وبالتالي نقول ان انت النهارده مش موفق. ده وارد جدا مع الحكم الكبير والحكم الصغير. مش معنى انه حكم كبير واسم كبير انه ما يغلطش، لا، الاخطاء وارده جدا في التحكيم زي ما هي وارده مع المدربين زي ما هي وارده مع اللاعبين. الماتش هنتكلم على تفاصيله وكلام كتير في المباراه ديت. في الدقيقه 7 كان في انذار مستحق للتهور على لاعب الزمالك لم يحصل عليه. دي كانت البدايه اللي انا بتكلم ان لما يجي لك في بدايه المباراه انذار مستحق وما ما تطلعوش، ده ممكن يضيع منك المباراه. الماتش ده ماتش كبير، ومحمود دايما معروف بصلامته يعني كحكم. لما بيجي له لقطه تحكيميه بيدي القرار. كان اللقطه دي لابراهيم هنداي لاعب الزمالك، كان في انذار مستحق في الدقيقه 7. كان الانذار ده ممكن ينجح لك المباراه بالكامل. محمود ادى الانذار وادى الركله الحره وما اداش الانذار. كان فيها تهور واضح من ابراهيم انضاي مع مهاجم سموحه، والخطا تم احتسابه لكن ما اداش الانذار في اللقطه دي. في الدقيقه 26 مطالبه لاعب سموحه بركله جزاء لحسام حسن مهاجم. طبعا التدخل ما كانش فيه اي خطا من لاعب الزمالك، الالتحام كان طبيعي جدا. وحسام حسن حط رجله في الارض وبعد كده سقط، والالتحام ما فيش فيه اي خطأ على مدافع الزمالك. وبالتالي بنتكلم ان قرار الحكم محمود البنا باستمرار اللعب قرار صحيح، وكانت مراجعه صحيحه من حكم الفار محمد الصباحي، وما كانش فيه خطأ في اللقطه دي، وكان قرار صحيح من طاقم التحكيم. في الدقيقة 44 انذار مستحق بيشير الحكم لزياد كمال لاعب الزمالك للدخول بتهور واضح على لاعب سموحة، وقرار صحيح. خلص الشوط الاول ما عندناش مشكله. الشوط الاول خلص مفيش مشكله تحكيميه، التحكيم ماشي بصوره جيده جدا. يمكن كان في انذار ما اتخذش بس لابراهيم نضاي، بس الشوط الاول ما عندناش مشكله في التحكيم. بدا الشوط الثاني كان في احتساب ركله جزاء غير صحيحه للزمالك. محمود احتسب ركله الجزاء. احمد حمدي دخل منطقه الجزاء، راوغ واحد واثنين وثلاثه، الاخير لعب الكره. لما لعب الكرة هو راح برجليه للمدافع، وبالتالي المدافع ما اخطأش، وبالتالي محمود لما احتسب ركله جزاء كانت ركله جزاء غير صحيحه. طيب، اللقطه دي كان جالنا فيها لقطه تحكيميه وقربوا واشتغلوا عليها يا جماعه. اللقطات اللي بتجي لنا من الفار وبتجي لنا من طاقم التحكيم في المباراه هي دي اللقطات الرسميه. الشغل بعد كده لما تشتغل على اللقطات بتصوير تاني بزوم تاني بحاجه تانيه، ده حاجه مش معترف بيها حتى في الاتحاد الدولي. اللقطه التحكيميه الاساسيه هي بالنسبه لك اللقطه اللي موجوده في تقنيه الفي ار والموجوده في النهايه التلفزيوني، هي دي اللقطات الرسميه المعتمده. لكن لما تشتغل عليها بتقنيات عشان تدور على تفاصيل، ده بالنسبه لنا لقطات استرشاديه لكن هي مش رسميه. وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها. حكم الفار محمد الصباحي استدعى محمود وقال له تعالى انا عندي ركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها وصح الخطا، ولغى ركله جزاء في قرار صحيح لطاقم التحكيم بالكامل. في الدقيقه 74 كان في ركله حره غير مباشره لصالح نادي الزمالك داخل منطقه جزاء سموحه لسيطره الهاني سليمان على الكره اكتر من 6 ثواني. طبعا هو قعد 13 ثانيه كان محمود محق في اللقطه. اي نعم احنا في ملاعبنا وفي الملاعب العالميه والملاعب العربيه ما عدناش بنشوف اللقطه دي، ما عدناش بنشوف الركله حره غير مباشره تحتسب على حارس المرمى. لكن محمود في القرار ده انا سبورت ليه ومعاه، لان الهاني سليمان قعد اكتر من 13 ثانيه ممسك بالكوره، وبالتالي ركله حره غير مباشره صحيحه تم احتسابها لنادي الزمالك. وعايز اقول لحكامنا نصيحه، ابعد عن المشاكل في اللقطه دي. انت حذر الحارس ما توصلش الركله حره غير مباشره بعد كده يعني كلم الحارس ما تمسكش الكوره كتير عشان بحسب 6 ثواني. القانون اتغير فيها بقت 8 ثواني من 1/7. لكن مش عايزين نروح لمشكله، مش عايزين نصدر لنفسنا مشكله لان دي صعبه قوي تتم احتسابها. لكن في اللقطه دي الهاني سليمان يحتفظ بالكره اكتر من 13 ثانيه، وبالتالي كان محمود محق في قرار. في الدقيقه 82 فوجئنا بانذار لحسام حسن لاعب نادي سموحه بيدعي ادعاء العرقله سيميوليشن، وكان انذار تاني وطرد. صباحي تدخل المميز في المباراه، تدخل تدخل صحيح، استدعى محمود البنا قال له تعالى انا ما عنديش
سيميوليشن اللي عندي ركله الجزاء لسموحه وركله الجزاء واضحه، شد واضح. تعال شوفها عشان تحتسبها. الشد عشان مثلا جمهورنا يبقى عارف او مستمعينا يبقى عارفين، الشد بالنسبه لنا يعاقب امتى؟ لما يبقى فيه تاثير. التاثير في اللقطه دي كان حاجتين اتنين. اول حاجه الكره كانت في حوزه حسام حسن، في تاثير ان هو يوصل للكره. الحاجه التانيه ان الشد ده لما انا شديته هو حاول يطلع لقدام، فلما سبت ايدي هو وقع لقدام. كان في ناس بتتكلم ان الشده اللي ورا يتوقعه لورا، لا، لما بشد الشده دي واسيبه هو متجه للكره لقدام، فالوقعه هتبقى لقدام زي ما حصلت بالظبط الوقعه اللي شفناها. فمحمود البنا شاف الكوره ومن وجهه نظره ان مفيش تاثير في اللقطه في الشد ده، وبالتالي هو اصر على قراره بطرد حسام حسن وعدم احتساب ركله جزاء لسموحه في قرار خاطئ في المباراه. ومن حظه الحلو ومن حظ طاقم التحكيم الحلو ان القرار ده ما اثرش على النتيجه، ان سموحه في الاخر طلعت كسبانه، لكن خطا كبير في مباراه كبيره وحكم كبير. وبالتالي بنتكلم على خطا عدم احتساب ركله جزاء لنادي الزمالك في اللقطه دي، اسف لنادي سموحه في اللقطه دي، وكان طرد حسام حسن طرد غير صحيح. في ادي القدم اليسرى لاحمد حمدي بالقدم اليسرى لطارق علاء، وقرار البنا هيكون ايه؟ وصفنا الصوره في اللقطه الاولى مع قرار حكم اللقاء، وبنوصف الصوره دلوقتي في لقطه الفيديو اسيستنت ريفري. طب هو جابها منين؟ مش الانترنت على لمس الكوره سامع جابها منين؟ مش الانترنت مقطوع؟ مش عارف، بيتكلم مع البنا ان طارق علاء لمس الكوره، افتكر مش عارف. لكن قرار البنا هيكون ايه؟ نجم والله، ونجم والله. انت جبت الكلام ده منين وانت النت مقطوع عندك؟ خلينا نشوف حكم اللقاء مدي ايه. رجع للفار رجع للفار ولغى البلانتي. كنت اتمنى ان هو يرجع زي ما رجع للفار لغى البلانتي، كان يلغي الانذار لحسام حسن ويحتسب ركله جزاء صحيحه لسموحه، كنا خرجنا من المباراه بدون اي خطا تحكيمي موجود في المباراه. في الدقيقه 88 خطا من ناصر منسي وانذار مستحق الدفع في الوجه. ده يا جماعه دفع في الوجه باي حال من الاحوال مش طرد، ده انذار وانذار مستحق، وكان قرار محمود البنا قرار صحيح. في الدقيقه 90 الغاء هدف الزمالك تسلل، التسلل من المساعد الثاني كان تسلل صحيح، ومراجعه الحكم الفار للكره بصوره صحيحه، والخطوط اترسمت بصوره صحيحه، وكان الغاء صحيح للهدف. قرار في المجمل صحيح، المساعد خد القرار في الملعب، الفار اكد القرار، وخرجنا من المباراه بخطا تحكيمي وحيد، طرد حسام حسن بانذار ثاني وعدم احتساب ركله جزاء لسموحه. في الاخر سموحه كسبت، الخطا مش مؤثر، لكن في الماتشات الكبيره دي مع حكم كبير لازم ناخد قرارات كبيره وقرارات صحيحه. نصيحه لكل حكامنا، دايما نلعب مش باسمنا، نلعب بادائنا في الملعب. الاتحاد الدولي دايما يقول لك الحكم الشاب حتى لو ما عندوش خبرات بنجاحه الاداء هو الاساس. محمود البنا حكم كبير، حكامنا الكبار اللي موجودين لهم كل تقدير وكل احترام، لكن الاداء هو الاساس. ده كان ماتش سموحه والزمالك. هنروح لموجز الانباء ونرجع مع بعض. هل فيها شده من حسام عبد المجيد؟